السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة طاقة الأبراج. أهلا وسهلا بيكم، منورني مشرفني. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة ليك يا برج الحمل، قراءة عن المال والأعمال. قراءتك إن شاء الله هتكون بتاريخ 29/1/2026. أتمنى القراءة تفيد حضراتكم وتمنيتي لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب الا الله، وهذا توقعات وليس الا. ما تنسوش حبايبي عمل لك الفيديو، الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. اصحاب برج الحمل، سمي بسم الله ونشوف طاقتك اليوم يا برج الحمل. عندك رؤية جميلة للأعمال وعندك مساعدات. أتمنى لكم التوفيق والسعادة وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. أصحاب برج الحمل، برج الحمل شايف شعور بالعجز المؤقت وأفكار ضاغطة عليك وتوتر داخلي ومشكلة نفسية أكتر من إنها واقعية ومرحلة ضغط ذهني. وضعك المالي الحالي يا برج الحمل مش ضعيف زي ما انت حاسس، لكنه متأثر بطريقة تفكيرك انت أكتر من الأرقام نفسها، لأن في إحساس جواك إنك محاصر أو مش قادر تتحرك براحتك، كأن في قيود حوالين قراراتك المادية، سواء التزامات أو خوف من خطوة جديدة. الطاقة بتوضح إن القيد الأساسي مش في الواقع لكن في دماغك أنت، لأنك شايف إن الخيارات قليلة، بينما في الحقيقة في أكتر من طريق قدامك، بس أنت اللي مش شايفهم بسبب القلق أو التجربة السابقة اللي علمتك تتحفظ بزيادة عن اللزوم. والمرحلة دي بقى خلتك تحسب كل خطوة وكأنها مخاطرة كبيرة حتى لو كانت بسيطة، وده بيخليك واقف مكانك فترة أطول من اللازم. أما الطاقة بتؤكد إنك محتاج تفك الفكرة اللي بتقولك إنك مجبر على وضع معين، لأن ده بيقلل من قدرتك الطبيعية على المبادرة والاندفاع الصحي. والفلوس هنا مرتبطة بقى بثقتك في نفسك أكتر من الظروف. ليه؟ لأن كل أنت ما حسيت إنك مقيد أكتر، كل ما رزقك بيتحرك أبطأ حتى لو الفرص حوالينك موجودة. طب قول لي يا أبطان، طبيعة المرحلة القادمة ماليا إيه؟ المرحلة اللي جاية يا برج الحمل ماليا ليك فيها تحول واضح في المزاج العام، لأنك هتخرج من حالة انعزال أو تفكير فردي وتدخل في مرحلة فيها مشاركة أو تعاون أو مساعدة من ناس حواليك أو أصدقاء أو شركاء، أو حتى فرصة جاية عن طريق شخص أنت ما كنتش حاطه في حساباتك. لأن الطاقة بتوضح إن الرزق هيجيلك من خلال علاقاتك، مش من خلال مجهودك الفردي. بس يعني ممكن فرصة شغل أو دعم أو فكرة مشروع تظهر
بسبب كلام أو تجمع أو مناسبة، والفكرة هتنط من هنا. والمرحلة دي هيكون فيها إحساس إنك يا حمل قدها وقدود، وإن الحمل اللي على كتافك هيخف لإنك مش شايل كل حاجة لوحدك زي الأول. الطاقة بتشير إن الجانب النفسي عندك هيتحسن، وده هينعكس مباشرة على قراراتك المالية، لأن لما نفسيتك تتحسن بتبقى أجرأ وأوضح في اختياراتك، ومش بتضخم المخاطر زي الأول. المرحلة دي بقى بتعلمك إن الرزق مش دايما صراع، أحيانا بيجي في صورة تعاون أو فرحة مشتركة أو دعم متبادل، وده بيخفف عليك الضغط أنت يا حمل، الضغط اللي كنت حاسس بيه قبل كده. طب التصرف الصحيح مع العمل والمال إيه؟ التصرف الصحيح ليك في المرحلة دي يا حمل إنك تمشي بخطوة ثابتة مش قفزة كبيرة، لأن الطاقة بتقول إن الرزق هيجيلك من الاستمرار مش من المغامرة المفاجأة. يعني لو عندك شغل أو فكرة اشتغل عليها واحدة واحدة من غير استعجال، من غير استعجال النتيجة، لأنك بطبعك أنت بتحب الإنجاز السريع. لكن المرحلة دي ما فيهاش بقى أو مش عايزة نار الحمل، دي محتاجة نفس طويل، وكل خطوة صغيرة هتراكم نتيجة نتيجة واضحة حتى لو انت حاسس انها بطيئة. وده يعلمك قيمة الصبر العملي مش الصبر السلبي. والتصرف الصح ليك يا حمل انك تحترم تعبك وما تفرطش في مجهودك لأي حد او لأي فرصة شكلها حلو، بس اساسها ممكن يكون ضعيف، لان الرزق اللي جاي ليك محتاج مجهود حقيقي مش اختصار طريق. طاقة بتقولك انك لما تمشي في اتجاه واضح وتلتزم بيه هتحس انك بتسترد احساس السيطرة عندك اللي كان ضايع منك في الاول، وهتبدأ تشوف نتيجة تعبك على ارض الواقع مش بس في دماغك فقط. الخلاصة ليك يا حمل في المال والاعمال، وضعك المالي الحالي متأثر بشعور داخلي بالقيود اكتر من الواقع نفسه. والمرحلة القادمة مرحلة دعم والتعاون وانفراجة، انفراجة نفسية قبل أي شيء. والتصرف الصح ليك دلوقتي إنك تمشي بخط ثابت وتخرج من فكرة إنك لوحدك في المعركة، لأن الرزق هيجيلك في مشاركة، في المشاركة والاستمرار، مش في الضغط ولا من الاندفاع. طاقة بتقولك إنك قادر يا حمل تتحرر من الإحساس بالعجز وتحول التعب لنتيجة لو فصلت بين خوفك وقراراتك العملية. نصيحتي ليك من قراءتك إنك تبطل تحارب لوحدك وتبدأ تعتمد على النظام مش على الاندفاع، لأن الطاقة بتقول إن رزقك مرتبط بالاستمرار اليومي مش بالضربة السريعة. يعني بدل ما تستنى فرصة كبيرة تغير كل شيء مرة واحدة، ركز على إنك تزود دخلك خطوة خطوة من غير شغل ثابت أو فكرة تمشي عليها بهدوء. نصيحتك بتقولك إنك لما تتحمل مسؤولية قرار واحد واضح وتلتزم بيه هتلاحظ إن الضغط النفسي بدأ يقل، لأنك خرجت من حالة التشتت ودخلت في حالة الفعل. ونصيحة كمان بتقولك إنك ما تستهينش بأي دخل بسيط، اوعى تستهين بيه، لأن المرحلة دي مبنية على التراكم زي ما قلت لك.
مش على القفز. وكل مبلغ صغير انت بتدخله بإدارة صح هيقوي إحساسك بالأمان. انت محتاج توازن بين حماسك الطبيعي وبين الصبر العملي، يعني تتحرك لكن بعقل، مش بعجلة، مش بسرعة، لأن الطريق قدامك مفتوح بس محتاج تمشيه خطوة خطوة علشان تحافظ على طاقتك وما ترجعش تحس إنك محاصر تاني. والرسالة الأساسية ليك في قراءتك إن الرزق مش هيجي من القلق ولا من التحدي المستمر، لكن من الاستمرار الهادي اللي هيحول التعب لنتيجة واضحة مع الوقت. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج الحمل. أتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني حبايبي في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.